الرحمن الرحيم. أولا أشكر للجلسة الجيدة، أرحب بكم وأشكر لرئيس الجلسة والأساتذة الكرام. كنت أريد أن أشارك المؤتمر الدولي أمس، ولكن لم أجد الفرصة، ولهذا السبب أتيت كي أسلم عليكم وأشرح بعض الأمور قصيرا، ولا أريد أن أزعج كلامي ولا أطيل كلامي بعد كلام أستاذ بروفيسور جلال أربي، هو أستاذي من الكلية. قضية التركستان الشرقي كما تعرفون قضية هامة، وهناك مشاكل كثيرة، ولكن أنا أعتقد نحن الآن نعيش في تركيا، وكيف نكون عند المسلمين والإخوة التركستانيين، كيف نكون معهم. أولا، ماذا واجبنا؟ أفكر كذلك. إني أرى كثير من الطلاب يتعلمون، يعني يذهبون إلى مدارس الأئمة والخطباء في تركيا ويستفيدون من هذه المدارس، وأحيانا تكون هناك بعض الأنشطة المختلفة لقضية التركستان الشرقية. ولهذا السبب نحن نفكر أن نكثر الأنشطة للشعور الشرقي التركستاني وتوزيع الشعور لقلوب أولادنا. كيف يكون هذا؟ خاصة في مدارس الأئمة والخطباء. فتحنا مثلا قريب من هنا مدارس الأئمة والخطباء، ويدرس هناك كثير من الطلاب من الإخوة من تركستان. اسم المدرسة كاشكارlı محمود الأئمة والخطباء. وكذلك أحيانا كما تعرف بعض الإخوة، أستاذ عبد الله الشهيار والإخوة يعرفون المخيمات. نحن نفتح أبواب المدارس للمخيمات في الصيف أو في العطلة بين الدراسة، وهناك سيكون بعض الأنشطة لتكسيب الشعور لقضية التركستان الشرقية. أنا أعتقد ماذا واجبنا أولا؟ واجبنا أولا قضية الشرق التركستاني دائما ستكون في أذهاننا وفي قلوبنا حية. وهذا كيف يكون؟ هذا يكون إلا بالمحاضرات، وكذلك بالاجتماعيات، وكذلك بالكتب المختلفة. مثلا أنا أقترح للإخوة التركستانيين وهم يعيشون في تركيا، يعني قضية تركستان هنا كما ذكر الإخوة كثير، هناك كمسألة المهمة كإحراق القرآن الكريم وقتل المسلمين المظلومين. هذا يعرف الإخوة، ولكن أنا أريد أن أكمل وأدخل فيه الأنشطة المختلفة الثقافية. مثلا، ما أهمية الشرقي التركستاني بين المسلمين؟ ثم كما ذكر الأستاذ جلال أربي، هم كيف حفظوا دينهم، كيف أخذوا دينهم، كيف يحفظون القرآن، وهم كيف يختمون الخدمة هناك. ومن هنا، يعني من هذه المنطقة، من علماء المسلمين وقدوة للمسلمين، كيف حياتهم الصعبة كثيرا. ولهذا السبب تكون الحكايات الصغيرة للأطفال، حتى يطبع، يستفيد الطلاب ويرى الطلاب
هنا نحن نعرف البلدة مسلمة الشرقية التركستانية، كذلك خرج من هنا العلماء، وكذلك خرج منها المجاهدين، وكذلك خرج منها كثير قدوة للمسلمين. يعني أنا أقترح للإخوة الذين يعيشون ويعرفون اللغة التركية جيداً تكون الثقافية أكثر حتى يشعر الشعب التركي أن هناك مسلمون وهناك مشاكل كثيرة، وهناك خرج العلماء والمجاهدين والقدوة للمسلمين. ولهذا السبب يجب علينا أن نحفظ الشعور في قلوبنا وفي أذهاننا. ثم هنا أعلن شيئا آخر في كل مناطق، يعني خاصة في إسطنبول، المدارس الأئمة يعني للبنات أو الأئمة العامة أبوابنا مفتوحة لكم دائما، يعني للأنشطة، للمخيمات، للبنات وللشباب كذلك، وحتى نجمعهم. وهناك ستكون دائما الدراسات المختلفة والتدريس كذلك. نحن الوزارة إن شاء الله بهذه القضية دائما نكون مع الإخوة المسلمين، وأريد أن أعلن هذا الاقتراح من هنا، ونشكر لكم وجزاكم الله خيرا. لا أريد أن أطيل كلامي، قد حان وقت الغداء وجاء أستاذ أحمد أغرقشة وسيبدأ المؤتمر الساعة 2 أظن، أليس كذلك؟ ولهذا السبب، ولكن أنا كلامي آخر. في أي مكان نحن نقف هناك نزد العمل لهذه المسألة. كيف الآن؟ كيف نزد ثقافيا شعوريا وتدريس طلابنا التركستاني خاصة للأئمة في الأئمة والخطباء. فجزاكم الله خيرا، مع السلامة إن شاء الله.